ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ في ناس بيدوروا على وظيفة، على مركز، على سمعة، على شهرة. ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله؟ الراجل الغني الغبي قال أهدم مخازني وأبني أعظم منها وأقول لك يا نفسي خيرات لسنين عديدة، اتمتعي وهيصي وكلي واشربي. فقال له يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. لا تحبوا أنفسكم محبة خاطئة. الإنسان اللي بيصوم بيضغط على نفسه، بيحرم نفسه من المشتهيات في الأكل والشرب، بالشكل ده بيقوي نفسه. الإنسان الذي يضبط حواسه، يضبط نظره وسمعه، اللي يضبط فكره، اللي يضبط نفسه في كل حاجة، بيكون نفسه تحت سيطرة وتحت حكم، ده هو اللي بيحب نفسه. لكن اللي سايب نفسه كده على راحتها ده بيضيع روحه حتى لو ربح كل شيء. هناك أشخاص لا يختارون الحياة ويختارون لأنفسهم الموت. أول واحد اختار لنفسه الموت كان آدم. بالعصيان اختار لنفسه الموت. وهكذا كل إنسان يسلك في شهواته ويظن أنه يسعد نفسه بيختار لنفسه الموت. سليمان الحكيم وقع في الخطية دي، افتكر انه بيلذذ نفسه وبيسعد نفسه، وقال بنيت لنفسي فراديس وغرست جنات وعملت لنفسي قصور وبرك مياه وجواري ونساء وموسيقى، واختار لنفسه بطلان هذا العالم، وفعلا كاد أن يضيع نفسه، كاد أن يضيع نفسه. في إنسان كل جهدك تنقذه من أعدائه، في إنسان كل جهدك إنك تنقذه من أعدائه، وإنسان آخر كل الجهد أن تنقذه من نفسه، أن تنقذه من نفسه، بيضيع روحه. زي الإنسان مثلا اللي بيسلك في المخدرات، بيشعر إنه بيجد لذة وهو بيضيع نفسه. اللي بيسلك في المسكرات بيجد إنه بيجد لذة وبيضيع نفسه. اللي بيشرب سجاير بيفتكر إنه بيلذذ نفسه وهو بيضيع نفسه. الإنسان اللي يمشي في شهوات الجسد بيفتكر إنه هو بيلذذ نفسه وهو بيضيع نفسه. ربنا خلق لنا هذه النفس طاهرة على صورته ومثاله، وكل ما يطلبه منا أن نحتفظ بنقاوة أنفسنا، وإن ما قدرناش نحتفظ نصرخ إليه ونقول له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. ربنا يقول لك أنا عايز أنقذك من نفسك، أنا عايز أنقذك من نفسك. عشان كده المسيح بيقول من أحب نفسه يهلكها، من أحب نفسه يهلكها، ومن أبغض نفسه من أجل يجدها. يعني من أحب نفسه يهلكها؟ يعني من أحب نفسه محبة خاطئة، من أحب نفسه محبة خاطئة. في إنسان يحب نفسه، عايز يحيط نفسه بكل مظاهر الترف والأبهة والعظمة والغنى والراحة، بيضيع نفسه. في واحد بيفتكر إنه بيحب نفسه بالله والمتعة في العالم وراحة الجسد، بيضيع نفسه. من أحب نفسه يهلكها، أحب نفسه
محبة خاطئة، محبة خاطئة. كتير من الناس بيحبوا نفسهم محبة خاطئة. أمال تيجي الحكاية إزاي؟ السيد المسيح بيقول: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. ينكر ذاته دي ما يقدرش عليها كل حد. مين يقدر ينكر ذاته؟ ده احنا نسمع في الأيام دي واحد يقول: أنا أريد أن أحقق ذاتي. تحقق ذاتك؟ أريد أن أجد ذاتي. في ناس يسموهم في علم النفس بيقعوا في حاجة اسمها النرجسية. النرجسية يعني يعبد ذاته. في إنسان يظن في نفسه أنه بلا خطية. في إنسان لا يحتمل النصيحة ولا التوبيخ لأن يفتكر إنها بتجرحه. ليه؟ عايز نفسه تبقى بلا عيب بلا خطية. يعادي من يوبخه. ده إنسان بيكره نفسه. الإنسان اللي بيحب نفسه، صدقوني في عبارة في البستان، بستان الرهبان، بس جايز ما تقدروش عليها كلكم لأنها صعبة. بيقول على الراهب الروحاني إنه يظلم نفسه في كل شيء. يظلم نفسه في كل شيء، يعني باستمرار يجيب الحق على نفسه، باستمرار يلوم نفسه، باستمرار يبكت نفسه، باستمرار يعاقب نفسه. حتى إن كان أب الاعتراف ما يدهوش عقوبة هو يعاقب نفسه. لكن الإنسان اللي عايز يمتع نفسه ده بيضيعها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟